لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نستمر مع السيرة النبوية، واليوم سنتكلم حول دفن النبي، غسله والصلاة عليه إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من السيرة الشخصية لذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك سنتكلم حول آثاره إن شاء الله. برایت عزیز، امیسا جیانا پیغمبر حیاتاوی علیه الصلاة والسلام بردوام کن بین زمان ایرو بحثنا دفناوی شوشتناوی کفن کرناوی امی بکن که افزات مبارک افزات پیروز حیاتاوی فیزیکی اوا بلاشوی کل سروی آخواهانه چوا بداوی بو و صحابیوی افزات هانه چوا وری حضور رب کرن چوا دفن کرن چقاسا زحمت و امی آنا بحثای بکن ان شاء الله. طبعا دفن النبي أو موت النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته كان أمرا عظيما جدا على الصحابة، وكثير من الصحابة يقول أضوأ يوم أو أنور الأيام كان يوم دخول النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وأظلم الأيام كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلامهم. أنس بن مالك يقول ما رأيت يوما قد كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحقيقة، وهذا الشيء كان صعبا على الصحابة تحمله جدا. فالآن مهما حاولنا أن نذكر لا نستطيع أن نفهم الواقع الذي كان الصحابة يعيشونه. هذا الرجل الذي هداهم إلى الإيمان، الذي كانوا يفدونه بأرواحهم وأنفسهم، فالآن ليس على قيد الحياة، كم كان صعبا عليهم لا نستطيع أن نتصور، ولكن سنحاول قدر الإمكان أن نعبر عن الذي قالوه في حق وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا قالوا بسلمانة وفاة بيغمبر تشتكي رحت نبو، قال لك زحمت بو، بلكي أنا جمرة أمد بيجين فقط ها جبانين فعم بكن تشتكي بنا عقلكو بابي و ديا و بري و أو شخص يكون قال لك جي حستكن أن لا يوا ومبرجي حستكن وبمره زحمته وشوايه ده اجا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هزار قط بیا زیاتر صحابیه جه حست کرد. کس که جبان باب خو کره خو ناده کشتن، فقط صحابیه جبان پیغمبر هزار جا خود کرن قربان، یعنی هرگاه جراد گون فداک ابی و امی نفتا او نفتی که بی انفسنا بی کلمه امجان خوب قربانتنه، یعنی ده اجا بینه برچعب خو افزات مبارک وفات کرد. چقاسا زحمت به حتی صحابه کی دبیجه ده حیات مدى ان روجا رونیکایی روجا پیغمبر هات مدینه علیه الصلاة والسلام روکی وقای خوشتنه و پر روکی خوش بو، یعنی و تو روکی خراب و رش وقا روجا پیغمبر تدا وفات کرمه ندید او خصاش مرا زحمت بو دنیا ده سر مدى خرابو براستی تشتکی پر زحمت بو. ایجا ور حاصل خبردانا کویاج تشتکی گوتنه بقاسه کم امتکارم پشکی بین زمانه صاد او جیانانه و خبردانا ما فرقك مازن تداهي انبانات زحمتنا بين الزمان يعني. طبعا بعدما انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك موقف غريب من سيدنا أبا بكر، عفوا سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر قال من يقول بأن الرسول قد ما سأقتله أضربه. هذا كلام من كلام المنافقين، لأنه كان قد بدأ هناك نوع من النفاق من جهة اليمن مسيلمة وأتباعه، وهو قاس خبر وفاة النبي بما قيل في حق سيدنا موسى عليه السلام حينما ذهب وكلم ربه وتأخر. فكان هناك بعض المنافقين يقول موسى مات، فسيدنا عمر يقول الذي يقول مثلهم وسيعود إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنقطع رقابه وألسنة من قال بأنه قد مات. فهذا الموقف كان موقف من سيدنا عمر، وسائر الصحابة كان لهم مواقف غريبة وعجيبة، منهم من سكت منهم من لا يستطيع أن يتكلم، كان أمرا غريبا جدا، ولكن أكثرهم شجاعة والذي عبر عما في داخله هو سيدنا عمر رضي الله عنه. طبعا أبيت تشتجبير بانكن حضرت عمر يك جوان صحابيه كو تشتد هاد دليوي دقوت لما خبر وفاة پیغمبر بل ابو هر کس کت شوقه کی تشتكي هات عقلي سري ايك خبر ندا ابيك نكار والبيا بسكنه. حضرت عمر گوک ایک بجا پیغمبر وفات کریه دروات کن، پیغمبر وفات نکریه. حاشا ند گو پیغمبر وفات نکرد، گو وقت ویه جماعه منافقه کد بیجن پیغمبر وفات کریه
وکی نوان منافق وقت حضرت موسی نکو گوت حضرت موسی چو خدای خورا خبر دو درنگ هات گو موسی مریه خواستن دره وکی بکن گوانه جو کوانن گو ایزن خدای پیغمبر وره ام سر و گوی وان انسان آنه جکن وان منافقه آنه اوی کوی افترا آنه پیغمبر دبجن پیغمبر مریه اوی وی احتراز آنه کر گو حضرت عمر یعنی گو پیغمبر وفات نکریه لی مثلا وها نبو وفات کربو گره ایجا حقیقتا که نتخواست قبول بکه يعني تقول اجا مايه وقتوي. طبعا هناك موقف آخر من سيدنا أبا بكر رضي الله عنه هو حينما سمع خبر وفاة النبي عاد من بيته لأنه كان قد صلى الصبح في مسجد وزار النبي. سأل الزوجة سيدة عائشة بنت أبا بكر فهي تقول رسول الله بخير، ولكن بعد كم ساعة فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى رفيق الأعلى، فحينما يأتي وهو يقول هي تقول خلاص انتهت يعني توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر يأتي والرسول الله مغطٍ وجهه أو ببطانية كما نقول برداء، يرفعه ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فداك أبي وأمي طبت حيا وميتا ولن يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد تحقق والباقي لن يتحقق إن شاء الله، ستبقى حيا إلى الأبد في الدنيا في الآخرة إن شاء الله. ويعود إلى المجلس وسيدنا عمر غضبان زعلان يتكلم هكذا يقول، يحاول أن يسكته فلا يسكت، فيتجه إلى الناس والناس يتركون عمر ويعودون إلى أبو بكر. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه كلمات مختصرة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقرأ الآية الكريمة. سيدنا عمر يقول: فحينما سمعت هذه الآية كأني أسمعها أول مرة، فقدماي لم يتحملان فسقطت على الأرض وبديت أبكي وتحققت بأن النبي قد توفي. هذا ما حصل مختصر المفيد ما حصل بين سيدنا أبو بكر وعمر وبين الصحابة، وبعد ذلك كلهم واجهوا الأمر الواقع وقالوا النبي قد توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى. تشتي كتبوا حضرت أبو بكر هات خبر شو قوي حضرت أبو بكر أورو سرس به لما يجب جماعتي قال بيخبر جامعة كريه و بيخبر جو كتابي رو ما جو هات پرده بلنكر تماشا كرك صحابة المشت كن وكيف بيخبر هات جارك دي شو أبو بكر شو جو يا عائشة روشة بيخبر شو يقول ولا باش خوانيت كه باش سيچارت حد درباسو بيخبر وفات كر. خبر چو ابو بکر دماکات حضرت عمر دنیا خرات که عاجز بیا فرتونه چت که کی بیجازه وها سری وانجیکم گوه وانجیکم. ابو بکر صدیق قالوا جماعه تجبير وانكن هر دماك بلا مصيبات چدبن هناك ظلامه و مازن لازمن هناك ظلامه گران وكانت چیا شاخن کو چقا باته و شناخ سکناندینه يعني بلا مصيبات چقا مازن به جمره لازمه که هناك انسان گران هبن کارم کنترل بکن ام توازن و بالانس خوندانه کرن فردا ودا نچن يعني هناك انسان لازم وكناس برمس هي برمس فرين يعني او بيلد كم بده سكناندن. حضرت ابو بكر هات شو مالا پیغمبر سرجه يقدرش كريه بطاني كي ابت نسره بلنكر وفات كريه زانه عمري ما زنه دي 6 سال زانه انسان دمره ساخه رسول خدا ماش کردی عنیاوی دا گوده و باوه ما قربانه تبه گوتت حیات خدای شیری موت مرنا خدای شیرینی وی گوتنا آنه جراغو گو رب عالم دحب مرنا اجنا کنسیبته مرنا دنیا تمامه وکیلیت هر ساخی يعني و بطاني آبت سر در کدر و حضرت عمر دنیا خراد که عمر بسانه عمر نسانه عمر نسکنی. طبعا صحابیه اجزانه بو که حضرت ابو بکر دها گرانتره و دها مازنتره و لازمه قدريه وركرن. حضرت عمر بملته را خبر ده ايها الناس كلمه عربيه بكرماجي معناه قالوا انسانه قالوا ملته تا بريقضا حضرت ابو بكر تماشا كرن حضرت ابو بكر قالوا انسانه جبير وانكن كي عبادت محمد را كربه بزن به محمد مر كي عبادت خدای مازن رات که بزن به رب عالم ساخ نامره آیت آنه بكلمه و آیت که پیروز رب عالم کد بجه محمد پیغمبر کش پیغمبر خدای علیه الصلاة و السلام قی بمره یا جوره کشتنه و نجدینه خود در بکبن بی گوتن آنه آیت پیروز که شرع احد دهاتیه وقتی حضرت ابو بکر وی آیت خوینه حضرت عمر دبه من فهم کرد پیغمبر وفات کرد ایجا من قبول کرد چوکه من سست بون اسکتم خوار تدی
جانا خبرك جرانج إنسان راته مصيبتك برمازن إنسان نكر البياب سكنه حضرت عمر دبي البيا نكر تق أسكتم خاري نجي من بي من هدي مرانه كرن سست بون نجي من سست بون دبي أسكتم خاري طبعا في وقت هدي صحابية قبول كرك بيغمبر وفاة كريه إجا إيش بكن أم تماشي بكن. طبعا بعدما انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك إجراءات. أولا كيف سيغسل، من سيقوم بغسله، أين سيدفن، كيف سيصلى عليه. هناك مشاكل الصحابة لم يتعرضوا له في القبل، هذا أول مرة نبيهم يموت ينتقل إلى رفيق الأعلى، فمصيبة كبيرة جدا. ماذا يفعلون وهم في هذا الأمر بين الحزن الشديد وبين ما سيقوم به من الإجراءات؟ فهذا يتكلم ماذا نفعل ماذا لا نفعل. واليوم كان يوم الاثنين قبل صلاة الظهر تقريبا وقت الضحى كما نقول، أتى خبر في هذا الوقت إلى سيدنا أبا بكر بأن أهل المدينة الأنصار قد اجتمعوا ويريدوا أن يعينوا أحدا خليفة على المسلمين، وهم يعلمون لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة وليس لك أمير من يدبر الأمر الدولة يعني. فبناء على هذا قالوا خلاص والبلد بلدنا والرسول كان ضيفا عندنا، فعلينا أن نعين أحدا يكون أميرا خليفة واليا أو أي كلمة نحب أن نعبر، نحتاج إلى أمير يقوم بتنظيم الأمور. فهذه كان هناك مصيبة علينا أن نتكلم حوله قليلا، كيف حل أو الصحابة قاموا بحل هذا الأمر. والآن بعض الناس يقول أي أمر هذا، الصحابة أن الرسول على الفراش على سرير الموت وهم يتكلمون حول الخلافة، ولكن الأمر مهم جدا. بدون قيادة بدون قائد بدون من يوجه الأمر يكون انفلاتا، فالصحابة كانوا يدركون ذلك، لذلك اجتمعوا وقالوا نعين أحدا يكون أميرا علينا. تشتيك چيبو گوی خباش بکن. تشتيكو خبر وفاة پیغمبر چيبو چند درد مزن هنه. کی پیغمبر بشو؟ ای پیغمبر چوا وره شوشتن. الکو وره دفن کرن لمی جوی ای چوا وره کرن. اوانت سيچار حب پرسکره کو مشکل مزنن. صحابه نزانه چه بکن. جار عول پیغمبر وفات کریه، پیغمبر کی وفات نکریه، ایوی چوا بشون، ای کی بی پیغمبر بشون، لکو دفن بکن، چوا بکن، نزانن. او هیجا دفردا دچنوتین روجا دشمه، روجا عقله روجا دشمه تقريبا ساعات 11-12 مهابجن بريا نيفرو يعني. حتى خبر چه بلکه هات نيفروي وی ساعت هانه دا خبره پیغمبر وفاتا چه بو صحابه نزانه چه بکن. دوی خبره دا تشتکی عجیب چه بو، ملت مدینه امجوانات بجن انصاری، انصار کوم بون جهه کدا كتب سقيفة بني ساعد جراد بجن لبين نزيك جامعة پیغمبره عليه الصلاة والسلام أنا لبين كوم دبن بكام يكيب كن مازنه خو بريك ببا خليفة جمرة دقتها فيها بكن إيرو إنكي بسلمان مد بجن يا وان صحابيه چه عجله وان هبو وجا پیغمبر العرده براي بتيخن عرده هجا دفن بكن چم حسن مازناتيت كن دنيا وقص بكننا حياة الدنيا وقص راحتنا بني إيرو إسرائيل لإيران خست مشان حب مازنه وان كشت سيد حد درباس نبو در حال إيران يقول فلان كس شونا فلان كس دا فلان كس شونا فلان كس دا دولت به مازن نابه تتشتكي شواني به بينجي حب 100 تهنه صد حب 100 تهنه شواني تمرت نابه داك حتى يبر در حد هر بر 100 برد قرني وان نخو حسابك او قصه تشتكي مهمه يعني صحابه حاشا نشكر سياق حس كرن ولكن ظانبون به مازنتي به سريبون چه قصه زحمته يعني دي مساله هانه ده اف درده هانه چه بو خبر هاش حضرت ابو بكر قال والله وانا توب بونه ودي فلان كاس مازن اواكينو قو عمر ورد سيحب صحابه شو امر صافي بكم برا مساله كي خراب نبه يعني مساله اف ومساله مازناتيه او قصه مهمه بمازن حياه نامشه بمازن بسروكاتي اداره دنيا ناي كرن پیغمبر عليه الصلاه والسلام صحابيات شانجي كي تقول بمري فلان كاس بمري فلان كاس اما بمازن قد نمينن هردم غير مازن وان هبه اوك مازن وان تنبه يا جنوان مازن وان يا شيطان مازن وان غير مازن مروه هبه اما سلانه تشبو ابي اجيب سلامتي امي انا تشوا بيجم تمام بو طبعا ما حصل ذهب سيدنا ابو بكر مع عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن عفوا مع ابا عبيده امين هذه الامه ذهبوا اليهم وكان هناك مناقشه ولكن التاريخ يشهد بانه كان في غايه الادب والاحترام والمناقشه اخذا وعطاء يجوز لا يجوز يمكن لا يمكن
نقبل هذا ما نقبل هذا، لماذا هذا لماذا ليس هذا، كله إطار الأدب والأدلة والإقناع. لا غلبة، لا سلطة، لا قهر، لا انقلاب، ولا هذا، ولا حيلة، ولا تشويش، ولا رشوة. يعني هذا يقول هذا ما ينفع، نقبل هذا كمان فيها خطر، نعمل هذا يمكن بالأدلة. في النتيجة أقنعوا بأنه لا بد أن يكون الخليفة قريشيا، وبعد ذلك قالوا فليكن أبا بكر رضي الله عنه، فاجتمعوا عليه، ولكن مؤقتا. أبا بكر هو كان يعلم بأن هذه البيعة لا يكفي عليه أن يعلن هذا الأمر للصحابة كفي المسجد. هذا تقريبا اجتماع كان شبه سري، يعني يمكن يحضره عدة من الصحابة، ولكن لا بد من الإعلان ومن الاستشارة وعرض الأمر على الصحابة، هل يقبلونه أم لا. ربما الأغلبية يقول لا نقبلك، خلاص لا تقبلون، نأتي برجل آخر. فهذا كان بداية، ولكن بعد ذلك سنتكلم إن شاء الله فكيف اجتمعت كلمة الأمة على سيدنا أبا بكر رضي الله عن الجميع إن شاء الله. تشتيك تشيبو حضرة أبو بكر، حضرة عمر وأبو عبيدة أو جوان هرسيا ملة مدينة أماكن، هرسي صحابي ما ظنن هو قريقري صحابيانا چون وانا وايرونش نقوم چتكين قولا برا فلان كسب خليفة. والحاصل تشتيك تاريخ جمرات بيجا ده تاريخ إنسان ده حتى آنات جفين معناه توبلانتي كي جفينك أوقصها بأدب شي نبيه باحترام، فلان كس تببا تنبا تبجي بهبرا بإنساناتي بأدب خبر ددن، احتراز لهفتكن احترازك بأدب، او يا دليل اختنا او يا دليل اختنا، او يا دو خده وها قوتي او يا دو پیغمبر وها قوتي. ورحاصل بأدب وباحترام وبنرماي وبنزاكت بخشكاي، حتى كو قوتنا وان بويك قوتن بويك قوغرا خليفة قريشي با قريشي عشيرة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وي قبول كرن. وي وقتی گو حیرا عرب جو قريشة بخينتر مازن قبول ناكي عم چمكن عادات قريشة عربة وهاي لو قريشي خلق مكة بون كعبد مكة ده هركس حرمتها كعبد قد قو تمام زر شعبا ما قبول كر. إجا كي ببا عمر أبو عبيدة أبو بكر كي حضرت أبو بكر قو تخازن برا عمر با متخازن برا أبو عبيدة بهرجاج قو والله جيب كتهبي أمتننا أم نكارب من خليفة وبتبك الخليفة وحيراز نكارب من خليفة نولا تبي خليفة وي بلنكرن قو أم تدكن خليفة بدسي قرتن فقط أبي أبتدي أم نرويجيد بيجي مثل ارتيدي يعني قصة زمان يعني جيتشجي يعني وقت دمكي حضرت أبو بكر زانب وأفتن نباسة جرى هر جامعة بصحابي رأيش خبر ده قالوا صحابي أم چمكن وانا جمرا قلتنا خليفة فقط وانا بينجي حبون ليون بين 3000 إنسان و 10000 إنسان ومن قبول كن أناكن لي أنا جبوني كوبتشكي أم بيجن سيستما دولته بكرمانجيد بيجن چرخ زانن چنواك چته يعني چرخ آني أراوره وحيرا برآن أبدا كحتم پیغمبر دفن كن عليه الصلاة والسلام. والحاصل بفي شكل هاني مثلا خليفتي أو أم بيجن يعني زمانك هندك بجي صافي كرندان عليكي اوجار قضيهاتن کو کم یم چهاب کنم پیغمبر چهاب بشون چهاب دفن ممكن اما انا سروي خبر ده. بعدما انتهى امر الخلافه عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل كيف سيغسلونه. هم لا يدرون كيف سيقوم بغسل النبي، هل يجردوه من ثيابه مثل ما نغسل بعضنا ام مع الثوب. فالصحابه يقول كلنا اصابنا نوم نمنا هكذا واذا بصوت يقول اغسلوه في اثوابه. خلاص فهموا صوتا يأتي إليهم قد يكونوا ملائكة من جهة الله عز وجل أسمعهم بأنهم عليهم أن يغسلوا رسولهم ومعه ثيابه لا يجردوا من ثوبه. فهكذا غسلوا وغسلوا أهل بيت سيدنا علي عباس عبد الله بن عباس فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بغسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. مسألة كدني پیغمبر چوا بشون عليه الصلاة والسلام نزان فقير اگو ام پیغمبر وکا مریه نورمال بشو تدی مریه نورمال چوا تشوشته اون زانه نوسا مرد جلی وجه درد خه حاشا تعزینا کن نابره چوک و ناوک ده پرده کی داوی سر ادنه جلی وجه درد خه ام چوا بشون بکن نکن سبحان الله دبی خوکی کت شعبان تب خوان اثر اون ها بو هات کتن خو اوان صحابیا خو کی هات کت شعبان کتن خو دنگه کی هات گویوان گو پیغمبر جلوی در نخن براتو جلی خوبه وی تاوی جلوی بشون و حضرت علی وان اوی پیغمبر شوشنی عائلای مالباتاوی يعني بسماموي حضرت علي زاوية بسماموي عبد الله كوري عباس بسماموي حضرت عباس أبي پیغمبره ورحاصل
آبی بسمام بی شوشتن حبک ده حب خدمتکاری وانج ناف ده هبون اوان او گمی بشون برا قربالق چه نبه پیغمبر تبع جلی و پیغمبر شوشتن جلاش در نخستن خودی یعنی دنگ که هاتوان و تبع وان جلا و نه پیغمبر دفن بکن عفوا پیغمبر به شکل شوشتن و پاشه ویکر ناو کفنی اویا صافی بو شوشتن اوی دمکی تبع جلی شوشتن یعنی دست وان نگیش جانب تعزیه پیغمبر آویل کرن و سرجلا دا دست روها کرن او قاسا خوکی دیتن گره افزات یعنی او قاسا جانبی تعزیه نبه حصل هناك خلاف آخر فهموا كيف يقوم بغسل النبي خلاص انتهى الأمر غسلوه وعليه ثيابه ولكن أين سيدفنوه في خلاف أي مكان في المسجد في مكان آخر في البقاع في أي جبل سيدنا أبا بكر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض فيقول يا أخي أنا سمعت حديثا من الرسول يقول النبي أين يموت أو أين يقبض روحه يدفن هناك خلاص انتهى الأمر ولا أحد قال يا أخي لا نشك في كلامك هل عندك شهود أنت صادق ولا أنت كاذب لا كلهم أهل الثقة وحينما يخبر أحدهم بأنه سمع وخصوصا رجل مثل أبا بكر فكلهم صدقوه خلاص إذا ندفن النبي في مكانه ونحوا بدنه من مكان الذي توفي فيه وحفروا تحته وبعد ذلك أدخلوه في قبره مسألة دوية دركت إجا وينظن پیغمبر لكم كن عرده قبر پیغمبر اتكدابه مزقف داويداد مالا ويدا هر بقيع مزار لخا مزار كلك مدينة كم تركيد بين جنة الباقي ناوي كنوها كلك بقيع الغرقد ببن سري تشاكي ببن مكي مدينة نزانه چبكن حضرت ابو بكر تي ساعتين بحيره والله حديثك هي پیغمبر قوت يا جماعه عليه الصلاه والسلام دنگات يمن قوت يا پیغمبر لكو وفاتك ادبدات كبعرده جي مزل قبراوي جي مرناويه واحد پیغمبر وها قوت يا ولد وكيف هو إجا صحابشي تبقى جهاب يقيد كتاب زانو حاشا پیغمبر يعني ابو بكر دروانا كمنافقتي تنا فردا حيله ميلاتنا تبا جياقين كر قطاما مادام تدبجي پیغمبر واغوتي خلاص اما پیغمبر دودا دفهم كن رابون چكرن جيك پیغمبر لويد بشكي فردا شقتان او كاوي ام بجن بدناوي حتى بني بكولن صحابه كي كات خوش كولا او داوي قام پیغمبر دودا دفهم كن پیغمبر دودا رابون دفن كرن طبعا بعدما حفروا القبر ادفنوا النبي عليه الصلاه والسلام هناك والذين دخلوا في القبر كذلك اهل بيته أبا بكر عفوا سيدنا علي عباس عبد الله بن عباس وهناك ابن آخر سيدنا عباس أهل بيت النبي وأظن دخل معهم رجل أو رجلين اللذين ربما كانوا ملتصقين كثيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم والباقي ولا أحد فدفنوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الدفن كذلك سنتكلم حول كيفية الصلاة عليه كذلك وبعد ذلك نقول الدفن فدفنوه يوم الثلاثاء بالليل يعني توفي النبي يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بالليل ليلة الأربعاء دفنوه وفاة پیغمبر عفوا چکرن که قبراوی جی کته دهاتی وفات کردن قبراوی دوی دابو ویا زانبن اوی کوی کردن قبراوی جی تیسا مال اوی کوی شوشتن و امی تخن قبره وی کردن وی قبرهانه و آخی آبتن لبر یکو بجنن بحث المجاوی جی بکن چوال سر پیغمبر هات لمشت کرنه طبعا لم يخرجوا جسد النبي من بيته بقى هناك لم يأتوا به إلى المسجد وتركوا الجنازة هناك والصحابة رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا دخلوا عليه صلوا عليه كلهم يصلي عليه منفردا لم يصلوا عليه جماعة البيت صغير كل مرة ربما 10 أشخاص يدخلوا ويصلوا كل واحد لحاله يصلي ويخرج الظاهر قالوا لا نستطيع أن نكون إماما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت لا نستطيع أن نكون إماما والبيت كان صغيرا جدا فكان من الأفضل أن يدخل عليه مجموعات صغيرة يصلوا عليه يخرجوا أهل بيته والصحابة رجالا ونساء مهاجرين وأنصار كبارا وصغارا كلهم صلوا عليه وبعد ذلك دفنوه ليلا لما جاء پیغمبر عليه الصلاة والسلام ياش بيربانكم جماعتي سر المج نكرن چما سر المج نكرن احتمالك مازن تحكمتك يا باش ام بركي ام نظامن ان حكمتي مازن وكا بجن حيرة والله ام نكارم ببن امام لسر قبل سر جنازه پیغمبر یک جمع جسارتي وتنه كو ببا امام سر جنازه پیغمبر و جيويجي بچوك بود مالاوي دا سر المج كروي نخص المزگفته مال جي بچوك وكنا اي سروكي آنانن كو اوا
1000 متره 10000 متره بلکه تا 20 متره 30 متره بو يعني يجب بچوچک تر بو هر جاره دای حب انسان کتن سر لمش کرن دات کتن ده هر جاره دای حبات هاتن بسرب جماعتيش لمش نكن هركز لحاله خوته لمش كودرته ظلام وجن وزاروك وبير واختيار ومهاجر وانصار وارحاصل حتى كل مش قضيه ده حسابك كاخذ زانا شي حصل كان حزار انسانا اف كان حزار انسان كان ساعات ده سر لمش بك حتى كل مش كرن لمش وان تبع قضيه داويه بشف پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفن كرن طبعا إلا ما انتهوا من الصلاة عليه حان الليل أو دخل الليل فأصبح ليلة الأربعاء فأهل البيت أو الصحابة في الخارج يقولوا لا ندري ماذا حصل إلا ونحن نسمع أصوات كما نقول يرمون التراب على الجسد فسمعنا وحينئذ تأكدنا بأنهم قد دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الشكل الصحابة دفنوا رسولهم وودعوه الرسول الذي عاش معهم مدة النبوة 23 والمدة الأخرى 63 سنة دفنوه وبعد ذلك قالوا علينا أن نمشي في خطوة أو في سيره ونرشد الناس وندعو الناس إلا ما كان يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل نكون قد انتهينا من ذكر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصي وبعد ذلك سنتكلم حول آثاره أو معاملاته مع مختلف الأشخاص ومع مختلف الناس بفي شكل إن شاء الله نجيجن داوية جيانا حياة پیغمبر أو پیغمبری که 23 سال پیغمبری دوام کرد 63 سال عمره وی نورمال بو 63 سال و چند روش حیاته وی دوام کرد صحابیه به وی شکل وظیفه خول همبر ذات پیغمبر ذات وی فیزیکی قداندن یعنی ذات وی دفن کردن دفتر فیزیک پیغمبر تمام بو او یا ظاهری دیجا جوی بشون دامه بخیر ان شاء الله درس خوی هاتی اولا جیانا ویا کو درباس و اخلاقی و جواب و معامله جواب اوان صحابیه کوچقا انسان ظلام بون انسان مظلوم بون خودی امام بون خودی اخلاق بون دخواستن ثانیه بثانیه میلیم به میلیم وقت جیانا پیغمبر حیاته کی دوام بکن وان صحابیه کو پیغمبر وان تربیه کربو وان صحابیه به چه شکلی انسان تربیه کردن به وان بخینن کو ام بزان بن اف پیغمبر ذاته کی چقا مظلوم بو علیه الصلاه و السلام او صحابی چقا انسان محترم بو بقدر و قیمت بون نه وقت اینکه انسان کو صحابیه دکن دزو دکن ظالم و دکن حیلکار نه بخیر دمک ما حیات اوان جخوان هدی ام فهم بکن کو وان صحابیه چه انسان محترم بون که پیغمبر به چه شکلی وان تربیه کربو صلی الله علیه و سلم که حدیثه که خدا بجا خدا من هل بجارتیه صحابیه خداش مراشاندیه اوان صحابیه محترم اوان صحابیه منور اوان صحابیه خدی ایمان که خدا عز وجل بر قد رضی الله خدا بجوان راضی بو عن المؤمنین رب العالمین گوتی اجوان راضی بو ما اجا رب العالمین جوان جی راضی به مج راضی به ان شاء الله ما شفاعت پیغمبر خو محروم نکه ان شاء الله جیانا کی خدا راضیه بک نصیب ما ان شاء الله الى ان نلتقي ابقوا في حفظ الله ورعايته ومتمسكا بسنه رسول صلى الله عليه وسلم وهدي القران المجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.